ازيك يا سامح، عامل ايه؟ اخبارك؟ ايه النهارده هتعلمنا حاجه جديده ان شاء الله؟ ان شاء الله. تمام. ايه اللي في ايدك دوت؟ ده حجر سكوتش، مكن سنجل تمام. لتأسيس اللمعة. تأسيس لمعه ولا لمعه؟ لا، تأسيس لمعة. تأسيس لمعه. من 50 ل 3000 ده لحد كده تأسيس لمعة. ده في ناس كتير فاهمه ان الاسكوتشات دي بتلمع. لا، ده بالنسبة للسكوتشات تأسيس لمعة فقط لا غير. تأسيس لمعه، تمام. فيما بعد بقى في بودرة، تمام. وفي البولش. بولش، وبعد كده سائل التنبيه. تمام. ده اللي اتقال عليه لمعة. ده اللي يتقال عليه ده يؤسس للكلام ده. تمام. يرفع معاك المستوى انك تعرف تحط عليه سائل التلميع، يديك التأزيزة والتلميع بتاعك. لما ده يلمع بس لا. تمام. يعني ده يعتبر احنا بناخده من الاول للاخر تأسيس لللمع. عليه ان هو لمع كامل. تمام. هل ينفع ان انا اشتغل في الموقع من غير المكنه اللي هي العاديه بتاعتنا دي واشتغل بس بالسنجل؟ يعني كل المواقع اقدر اعمل كده، اشتغل بالسنجل واشتغل بالسكوتشات؟ اللي هو دي تخش على شغل يكون متاخد بايديه برضه. تمام. فاحنا لازم مبدئيا بنبتدي بالبلدي عشان نشيل العين والواطي ونطبق الارضيه بالحجر الزيرو. تمام. وعشان دي شديده طبعا. تمام. بعد كده نبتدي نقفل الكله ونخش عليها زيرو تاني. تمام. نخش بواحد وبعد كده نبتدي نخش. تمام. وفيما بعد كمان بنخش بديت لحد درجه رقم 3. لان ديت الاعتماد الكلي عليها زي ما قلت لحضرتك ان هو يعتبر تاسيس. تمام. ولا هتطبق لي كحاجه عاليه وواطيه مثلا. حتى حجر الملح ما بيركبش عليها؟ لا. يعني حتى لو حجر ملح هتستعمله بالبلدي. فالبلدي لا تفرغ منها. تمام. كده لازم في الشغل. ففي بدايتها بالنسبه للشغل البكر اللي هو الشغل اللي لسه راكب. تمام. بنستعمل لو شغل مثلا صيانه. تمام. يعني كان اوريدي قبل كده معمول ومتطبق ومتلمع، احنا عايزين نرفع مستوى اللمعه بنخش بالسنجل. تمام. على سبيل اللي هي مرحله البلد الروحي. يبقى اهم معلومه اتعلمناها النهارده ان الاسكوتشات ما هياش ماده او خامه تلميع. لا. ما تنفعش للتلميع، هي تاسيس وتجهيز للمعه. بس كده. تمام. واحنا بنشكرك كتير قوي على المعلومه دي، وان شاء الله كل ما نتزنق في حاجه هنيجي نسالك. كتر خيرك يا سامح، شكرا حبيبي.